يا صباح الخير على كل اللي بيتابعني واللي مش بيتابعني وما يعرفنيش. انا لونا، تابعوني على قناتي واعملوا اشتراك للقناه وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله. النهارده هنعمل الكابوريا سوا، وكمان هقول لكم على كل تركاتها واسرارها وازاي نسويها وازاي نغسلها صح. في طبعا يعني الستات يعني ستات البيوت انا عارفه ان هم بيعرفوا يعملوها. بس في ناس كتير قوي ما بتعرفش يعني الطريقه الصح لغسل الكابوريا وازاي نسويها صح، التسويه بتاعتها الصح، كمان التتبيله بتاعتها. انا هقول لكم على التركات الصح اللي هتطلع معاكي احلى كابوريا، وهتعتمدوا الطريقه دي مش هتغيروها خالص. يلا بينا. بصوا بقى كده الكابوريا استوت، شايفين مستويه ازاي وبتتفتح بسهوله. احنا اول حاجه بنفتح الجزء ده، بنشيل القطعه الاولانيه دي ونفتح الجزء ده. دي كده بصوا، دي ده اللي هو اللون الاورنج ده بيكون اللي هو اسمه البطروخ. بصوا مستويه ازاي، بتتقطع بمنتهى السهوله. شايفين البطروخ ده اللون الاورنج ده بيتاكل طبعا. دي طريقه غسلها. هنا الكابوريا اول لسه كنت جايباها، ده بيكون شكلها وده لونها. المكان ده كده بنفتحه بشوش، مش بنزقه قوي. الحاجات اللي فيه دي كلها بتتشال. بصوا كمان في منها بيبقى فيه الحاجات اللي هي الشكل ده كده، بننضفها طبعا كلها من المكان ده، بس بشويش خالص علشان ما يعني ما تفضاش، لان المكان ده لو اتكسر، اللي هي الجزء ده لو اتكسر بتفرغ. شايفين نطفت ازاي؟ بس الجزء مقفول على المكان ده بتفرغ. يعني ايه؟ يعني ما بيبقاش فيها لحم. لازم المكان ده يفضل مقفول ومتغطي، وما ما تجيش جنبها خالص. بيتنضف بمنتهى السهوله والبساطه تحت الميه كده وبس. بعدها طبعا بتصفيها وبتحطها، بنجيب بقى الحله وبنبتدي نرصها بالشكل اللي انا برصه ده كده بالظبط. بنحطها على ظهرها، وهقول لكم ليه انا بحطها على ظهرها. هتترص بالشكل ده، شايفين؟ بس كده. ببتدي بقى احضر التتبيله بتاعتي، عباره عن توم، وده طبعا على قد الكميه الكابوريا اللي انتوا هتعملوها، وملح وكمون وكزبره وفلفل اسود والبابريكا. البابريكا اللي هو الفلفل الاحمر المطحون، بتجيبوه من العطار. بخلط بقى كل المكونات دي على بعضها وبهرس التوم وطبعا الفلفل، وببتدي اضيف كل المكونات. ما تضيفوش حاجه تانية غير الحاجات اللي قلت لكم عليها، وجربوها بالطريقه دي هتعتمدوها. ببتدي اضيف بقى عليها الحله، وبعدين بضيف بالظبط نص كوبايه من الميه، نص كوبايه ميه بس، وبغطي عليها بالظبط 10 دقايق. 10 دقايق وبنشيل الغطا. بعد 10 دقايق ببتدي، شايفين بعمل ايه؟ بعمل في الحله كده، امسكها بالشكل ده بتتقلب معايا بمنتهى السهوله. شايفين اتقلبت ازاي؟ مجرد ما عملتها كده اتقلبت معايا بمنتهى السهوله والبساطه. وبسيبها على النار بالظبط 20 دقيقه اقصى حاجه، وبتقفلي عليها. بس بنوطي طبعا النار، يعني اول حاجه 10 دقايق وبعدين بنوطي النار 20 دقيقه، وبألف هنا وشفا.